أبرز الكليشيهات في السينما المصرية، والمرة دي هتكلم عن شخصية رجل الأعمال. رجل الأعمال من الكليشيهات اللي ظهرت بقوة في السينما المصرية من بداية فترة الانفتاح، وهتلاقيه ركزنا على تصويره بشكل الرجل الفاسد اللي ما عندوش مانع من ارتكاب أي فعل غير أخلاقي من أجل مضاعفة ثروته حتى لو وصلت الأمور للقتل. غير إنه تم تصويره فاسد بالفطرة، فهتلاقيه عادة شخص مفتون بالعلاقات النسائية سواء كانت شرعية أو غير شرعية، وده طبعا غير السيجار الفاخر اللي مش بيفارق إيده. الفنان نور الشريف اتكلم قبل كده عن الجزئية دي بوضوح، وقال إن في خطأ حصل من المثقفين في مصر لما حاولوا يبرزوا عيوب فترة الانفتاح من خلال كليشيه رجل الأعمال، بالرغم من وجود بعض النماذج الشريفة، وده اللي خلاه يتحمس لتقديم شخصية عبد الغفور الشهيرة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. شخصية رجل الأعمال الفاسد موجودة في واقعنا بالفعل ولا يمكن إنكارها وكذلك تعميمها، ولكن هل شايفين إنه تحولها إلى كليشيه كان بسبب الصراع بين التيار الناصريين من الكتاب والمخرجين مع حقبة السادات؟ وتفتكروا مين أفضل شخصية اتقدمت لرجل الأعمال، سواء كانت كليشيه أو لا؟